لما تبقى البنوك العالميه بتفلس وبتجيب ضعفها يبقى احنا هيحصل لنا ايه؟ شفت البنوك اللي فلست وبقت في خبر كان؟ تفتكر ده هيأثر علينا في مصر وفلوسنا راحت علينا ولا هبده جديده؟ السلام عليكم، انا علي الإدريسي وحلقه جديده من برنامجكم الهبد الاقتصادي. لو انت متابع الاخبار الاسبوعين اللي فاتوا فاكيد سمعت عن افلاس اكبر 3 بنوك امريكيه، وابرزهم بنك سيليكون فالي وسيجنتشر وسيلفر جيت. خليني اقول لك ان القطاع المصرفي في الولايات المتحده الامريكيه تعرض لهزه كبيره قوي اليومين اللي فاتوا، وده بعد الاعلان عن افلاس بنك سيليكون فالي في اكبر افلاس مصرفي في الولايات المتحده من ساعه الازمه العالميه لعام 2008. ومش بس كده، ده يعتبر تاني اكبر افلاس على الاطلاق. بس تعالى اقول لك القصه ببساطه عشان لو عاوز تشوت فيها. طبعا انت لا فاهم مين سيليكون ولا مين فالي دي. بص يا سيدي، بنك سيليكون فالي ده اكل عيش وتمويل الشركات التكنولوجيه والشركات الناشئه. البنك ده ربنا فتح عليه من وسع، والودايع زادت يمكن 4 مرات في اخر 4 سنين، ووصلت الودائع لحوالي 175 مليار دولار، ده غير 209 مليار دولار اجمالي الاصول للبنك. ومش بس كده، ده ارتفع حجم القروض اللي بيقدمها من حوالي 23 مليار دولار ل 66 مليار دولار السنه اللي فاتت. ومع الايداعات الكتير البنك قال لك يلا نستثمر في سندات الخزانه والرهن العقاري، واستثمر بحوالي 128 مليار دولار بعوائد ثابته نسبتها 1.5%. وتقريبا عشان نيتهم مش صافيه يقوم الفيدرالي الامريكي يعمل معاهم الجلاشه ويرفع اسعار الفايده عشان يقلل التضخم اللي تسبب فيه الحرب الروسيه الاوكرانيه. فبدا الفرق يزيد ما بين عوائد البنك من السندات الحكوميه اللي اشتراها من سنين قليله واسعار الفايده اللي لازم يدفعها على الايداعات. المستثمرين شموا ريحه غدر، فقال لك البنك شكله بيفلس. كل العملاء قاموا بسحب فلوسهم، سواء بسحب الودايع او بنقلها لبنوك تانية زي بنك بريكس. وفي مستثمرين تانيين باعوا الاسهم اللي نزلت قيمتها من 60% في الاول لغايه حوالي 20% قبل اغلاق البورصه عندهم. طبعا دي حدوته تخوف، ولسه عندك بنكين تانيين برضه فلسوا، ما يخربت بقى. والبنكين هم سيلفر جيت وسيجنتشر، ودول بنوك قليله قوي اللي بتشتغل في العملات المشفره، ودخلوا في الافلاس بسبب تقلبات اسعار العملات المشفره ومشاكل في منصات تداولها، وطبعا استمرار ارتفاع سعر الفايده من الفيدرالي الامريكي. ده كمان بنك سيجنتشر كان بيعمل حاجه زي الفل، بيحول العملات المشفره للدولار والعكس كمان. وعموما الحاج جو بايدن ورجالته اتحركوا بسرعه علشان الاقتصاد الامريكي ما يقعش بسبب عمليات الافلاس المتتاليه في القطاع المصرفي. واعلن الفيدرالي الامريكي تقديم قروض بتوصل مدتها لسنه. اما وزاره الخزانه الامريكيه فقدمت حزمه ماليه قيمتها 25 مليون دولار من صندوق استقرار الصرف. وطبعا ده مش نهايه المطاف، ولكن في توقعات ان الفيدرالي الامريكي يراجع نفسه وضميره في موضوع رفع اسعار الفايده خلال الفتره اللي جايه، لعل وعسى يلم الليل. تعال نشوف بقى البنوك في مصر هتفلس وهتتاثر بالحوارات دي ولا الكلام على ايه؟ ولازم تعرف انك مش بعيد عن اللي بيحصل دوت، وبالاخص لما يكون تاثير غير مباشر. بس مبدئيا لو بتتكلم على تاثير مباشر فده مش موجود، لان البنوك المصريه ملهاش اي ودايع او معاملات ماليه في ال3 بنوك اللي فلسوا. يعني من الاخر اطمن على فلوسك اللي في البنوك، لان البنك المركزي محافظ على الودايع ومش هتضيع في الحوار ده ولا حاجه، لا بسبب افلاس البنوك العالميه ولا غيره. بس ده ما يمنعش ان في تاثير غير مباشر، ما انت مش عايش بره الكوكب. يعني عندك البورصه المصريه حققت خسائر ضخمه تجاوزت ال 108 مليار جنيه خلال الاسبوع اللي فات. وكمان مؤشر رئيسي اي جي اكس 30 في البورصه هبط باكتر من حوالي 10% دفعه واحده، وده قبل الطروحات الحكوميه بايام. لا خير ان شاء الله. ولا الذهب اللي سعره عمال يضرب في العلالي، وانت عارف بقى اول لما الدنيا كلها بتخرب كله بيرجع الذهب على طول. والاول مره في التاريخ وصل سعر الذهب 2000 جنيه لعيار 21 باجمالي زياده حوالي 60 جنيه خلال تعاملات اسواق الصاغه نهايه الاسبوع اللي فات. ولسه ياما هنشوف الفترة اللي جاية مليانة مفاجآت وتقلبات، سواء على مستوى أسعار الذهب أو حتى العملات الرقمية أو حتى لو بنتكلم على الدولار. خد بالك يا معلم إن الأزمة مكملة شوية، بس طبعا مش هتبقى زي 2008، لكن ده ما يمنعش إن التأثير السلبي هيكمل شوية معانا في مختلف الأصعدة والنواحي الاقتصادية. لكن لو على فلوسك فهي في أمان، والبنوك في مصر بخير، لكن مش عارفين لغاية إمتى هيفضل الاقتصاد المصري يحاسب على مشاريب ناس تانية. ودي خلاصة الإفلاس، وما تفتكرش إن هي هتقف لغاية هنا، ده لسه مكملة معانا شويتين. كان معاكم علي الإدريسي، ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم الهبد الاقتصادي.
سلام عليكم.